اهلا بكم في الملكي مع مينا. النهارده لك خروج نادي الزمالك من كاس مصر النهارده، وحابب ابارك لكابتن علي ماهر وفريق سيراميك كليوباترا. عملوا ماتش جيد جدا قدام نادي الزمالك. وحابب ابارك لاتحاد الكوره ومجلس اداره الرابطه ولجنه الحكام، كل الناس اللي ساهمت النهارده في ان الزمالك يخرج من الكاس. كابتن علي ماهر بصراحه عمل فرقه كويسه جدا على المستوى الهجومي، كان ممتاز ومميز. الاستلام والتسلم عندهم رائعين. عندهم مشكله بس في خروج الكره من الخط الخلفي ومن حراسه المرمى. لما بيتعمل عليهم ضغط عالي بيغلطوا وممكن تجيب فيهم اهداف كمان. الزمالك النهارده كان ممكن يعمل الضغط العالي بس لو في وقت راحه، يعني لو ما بين الماتش والماتش ده كان مثلا حوالي 5 ايام كده، كان ممكن يبقى في وقت راحه. ولكن طبعا نظرا لان الظروف المحيطه باللقاء وان الماتش اتحط كده، حط قبليه ماتش ب 72 ساعه وبعديه ماتش كمان مهم بالنسبه لنا واهم في الدوري قدام حرس الحدود، فكان الارهاق محاوط الزمالك من كل ناحيه. يعني اعتقد كابتن معتمد جمال لعب بالخطه الانسب. اتفاجئت انه لعب ب 3-4-3، هي كانت الخطه الانسب في ان هو يقفل اللقاء على سيراميكا في الاول، ويعني يغير الخطه وفقا لمجريات اللقاء. الفرقه عملت اللي عليها، كابتن معتمد جمال عمل اللي عليه، بنحييه كلنا. ونقطه عند التحكيم بس. القرارات المصيريه ال50-50 النهارده اتحسبت كلها لصالح سيراميكا كليوباترا. الهدف الاول في ارتقاء على كتف محمد اسماعيل، الكرة دي دايما بتتحسب فاول، لان بيعتبروا ان المدافع اتمنع من الوصول للكرة. النهارده شفنا ان سيراميكا كليوباترا استفاد من الكرة دي، والكرة دي ما اتحسبتش فاول، على الرغم لو الموضوع بالعكس والونش هو اللي طلع نفس الطلعة دي على كتف المدافع كانت هتتحسب فاول على نادي الزمالك. لعبة في الدوريات الكبرى اللي بيبقى فيها التحامات قوية طول اللقاء وبيبقى فيها سماح بالالتحامات دي زي الدوري الإيطالي زي الدوري الإنجليزي ممكن تعدي، لكن في الدوري المصري اللي هو اللاعب أول ما حد بيحط عليه إيده بيقع دي تتحسب فاول من بره منطقة الجزاء، ولو جوه منطقة الجزاء بتتحسب فاول برضو للمدافع. النهاردة احنا شفنا لأ، الكرة دي عدت والحكم حسب الجون ومفيش اي مشكلة، ولو كان في فار شغال فالفار برضو عداها وما اعتبرش ان هنا في فاول قبل الاستفادة من الهدف. نروح للنقطة الثانية والنقطة الاوضح. ضربة الجزاء اللي اتحسبت على نادي الزمالك، ايد حسام عبد المجيد كان في وضعها الطبيعي وعلى الارض وما راحتش ناحية الكرة، ده الكرة اللي راحت لها. تمام. طب هل ايد حسام عبد المجيد كبرت حجم جسمه ولا لا؟ كبرت حجم جسمه. حلو. القانون بيقول ان لو كوره كبرت حجم جسمه، لو ايده كبرت حجم جسمه بتتحسب ضربه جزاء، ولكن بيجي اراء الحكام ان لو الايد في الوضع الطبيعي او الوضع التشريحي الطبيعي ليها ما بتتحسبش. ولكن النهارده لا، النهارده الحكم اعتبر ان الكوره دي ضربه جزاء، وان الايد كبرت حجم الجسم على الرغم ان مفيش اي تعمد من اللاعب. الكرة في الايد في وضعها الطبيعي. وشفنا سيراميكا كليوباترا اخيرا بتتحسب له ضربات جزاء، يعني لان احنا شفنا سيراميكا والنادي الاهلي في السوبر كورتين في ايد اللاعب بتاع النادي الاهلي، والكرة وايده مش في الوضع الطبيعي، يعني هي مكبره حجم جسمه طبعا ومش في الوضع الطبيعي، لان اللاعب هو واقف بيحط ايده ورا ظهره، لكن هو وبيتزحلق خلاص، يعني هو بيحمل على ايده اللي بيتزحلق عليها، ومع ذلك الحكم ما حسبهاش والامور عدت طبيعي. نفس القصه كمان قدام سيراميكا والنادي الاهلي في اعتقد كان كاس الرابطه، برضو نفس القصه، الكوره جاتت في ايد اللاعب بتاع النادي الاهلي جوه منطقه الجزاء والحكم ما حسبش حاجه. الحكام بس بتحسب الكرة اللي بتيجي في الايد دي على نادي الزمالك ايا كان بقى، مكبره حجم جسمك مش مكبره حجم جسمك، في وضع الطبيعي مش في الوضع الطبيعي. المفارقه بس ان الحكم ده هو اللي هيحكم، كان هيحكم لقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك، والنادي الاهلي انسحب، كان عايز حكام اجانب. والله يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني لو كان الحكم ده حكم لقاء الاهلي والزمالك كان ايه المفروض يحصل؟ لما سيراميكا بس جون فاول ما بيحسبوش، وكوره يعني
بنسبة أكتر من 50% ما بتتحسبش ضربات جزاء في الدوري المصري يعني، هي اتحسبت ضربة جزاء. فسيراميكا كان محتاج زقة عن طريق تضييق على نادي الزمالك في الوقت، عن طريق ان الكور اللي فيها مسار جدل تتحسب لصالح سيراميكا علشان يقدر يفوز الزمالك. الزمالك اعتقد انه كان الافضل ليه انه يخرج من كاس مصر النهارده. بالنسبه لي انا ببقى حزين جدا ان الزمالك يخسر، ولكن النهارده وبعد ما خلاص تم تبييت النية ان كل الماتشات اللي جاية هتتحشر حشر ما بين ماتشات الكونفدرالية تحديدا، فاعتقد ان الزمالك الافضل ان هو يريح ما بين يعني ماتشات اللي هي بتاعت الكاس دي، خلاص كده ان شاء الله تدي مساحة وراحة شوية للزمالك انه يبقى مركز اكتر في الكونفدرالية والدوري، لان الدوري هو اهم بطولة تأتي وراها الكونفدرالية. الزمالك قدامه لقاء مهم جدا قدام حرس الحدود، هو اللقاء الاهم بالنسبة لنا واللي الفوز فيه لا غنى عنه. ماتش الكاس بظروفه وبدنيته خلصت، وكنت متوقع كمان ان الكابتن معتمد جمال مش هيدي للقاء ده الأهمية الكبيرة، ويتم يعني ما كانش تم الدفع به عدي الدباغ او ناصر منسي غير في الاوقات في الاخر، ولكن ممكن يكون اللعيبه تقدر تستحمل ال 45 دقيقه بدون مشاكل، عشان كده تم الدفع بها. عموما كل القادم ان شاء الله يكون افضل لنادي الزمالك. موضوع الخروج من كاس مصر النهارده احنا كلنا شفنا الظروف المحيطه بالفريق بعيدا عن الظروف التانية اللي هي الايقافات والاصابات والكلام ده كله، ولكن شفنا الترتيبات اللي حصلت، حرمانك من سلاحك الجمهور المحترم اللي بيقف ويشجع فرقته ما بيعملش مشاكل. النهارده تم حرمانه وتم حرمان الفرقه نفسها من ان هو يكون موجود ويشجع لسبب لا يعلمه الا الله يعني. شكرا لكابتن معتمد جمال ولفرقه نادي الزمالك. ده اعتقد هيدي حافز لنادي الزمالك ان يا جماعه احنا خلاص خرجنا من الكاس، قدامنا بطولتين، عايزين ان شاء الله الزمالك يكسب الكونفدراليه السنه دي، عايزين الزمالك ينافس على بطوله الدوري، ولو ما قدرش ياخد البطوله على الاقل يبقى في المركز الثاني عشان نرجع نلعب دوري ابطال، وان شاء الله القيد هيكون اتفك والزمالك يقدر يعمل بعض التدعيمات وبعض اللعيبه اللي خلاص يعني ملهاش مكان في الزمالك. اعتقد اتمنى ان كابتن جون ادوارد يتم تسويقها بشكل كويس. كابتن احمد حمدي النهارده لو الزمالك ما جددلوش، اتمنى انه ما يجددلوش او يتم تسويقه. لاعب النهارده ما اداش اي حاجه في الملعب، ما عملش اي تاثير، لعب 45 دقيقه بدون اي طعم، وقبل كده لعب اللقاء اللي فات الوقت اللي نزله بدون اي طعم بصراحه. سيف الجزيري بيلعب بس مش بقوه ناصر منسي، مش بقوه عدي الدباغ، وهو لاعب محترف. انا محتاج يعني محترف بيطلع نار من بقه بصراحه علشان يقدر يشيل الفرقه سواء على مستوى الجناح او على مستوى المهاجم الصريح. ان شاء الله الزمالك خلال الفتره اللي جايه اموره تتحسن من حيث التعاقدات ان شاء الله للموسم الجديد، وبدايه للتحضير للموسم الجديد ان الزمالك ياخد مركز اول او ثاني في الدوري. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.